ويسجل في الدقيقة 23 من كرة مررت جميلة في الناحية اليسرى. أحمد الفريدي فتح الناحية اليسرى على مصراعيها تماما، وصلت من كريستيان والهامسن، سدد باليسرى قوية جدا. حارس المرمى محمد خلف يصد، ولكن يأتي في كرة ليست أسهل من هذه الكرة. يو بيونغ سو يسجل في الدقيقة 23 هدف أول لصالح الهلال. هذه عادة، هذه كرة عادل فرماش اللي عدت، ولكن شوفوا فكر أحمد الفريدي، شوفوا توزيع أحمد الفريدي، وعالج والهمسن سدد، وعلى الرايق على الرايق يسجل يو بيونغ سو الهدف الأول لصالح الهلال. هدف أول في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول. هدف أول للهلال، هدف يشعل الجمهور أكثر وأكثر. ما شاء الله الجمهور أصلا جاي جاهز، جاي مروق، جاي يشجع، جاي يقول الأهازيج ويشجع اللاعبين. وهنا أيضا يأتي الحماس أكثر. في الدقيقة 26، في الدقيقة 26 فرق بين الأول والثاني 3 دقائق. وصح يا صالح الحمادي، صح يا جمهور يا كبير. الزعيم يعود، الزعيم الحقيقي يظهر، ويظهر في الآسيوية، يظهر في المهمة، يظهر بشكل قوي جدا في 3 دقائق متتالية. وفارق الهدفين اللي ذكروا ايضا صالح الحمادي يتوج تماما. شوفوا كرة احمد الفريدي ايضا، احمد دخل في العمق لكنه ترك الفرصة لكريستيان والهمسن بان يضم قليلا الى منتصف المرمى تماما، ويسدد بقوة على يسار محمد خلف الهدف الثاني في الدقيقة 26. والهامسن ويو بيونغ سو يحرز التقدم للهلال، وسنغافورة 37 هدف ثالث. يو بيونغ سو ما يضيع، يو بيونغ سو ضيع واحدة وجاب 2، ضيع واحدة وجاب 2، وهذا الأهم، وهذا الأهم. يو بيونغ سو يتقدم في هذه الكرة. وأيضا أحمد الفريدي يمر الكرة إلى والهمسن يدخل في الناحية اليمنى ويلعب الكرة العرضية. يو بيونغ سو في مكان وفي تواجد من غير مراقبة أيضا من مدافعي بنياس الإماراتي، يسجل هدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال في الدقيقة 37. نتيجة مميزة، نتيجة طبيعية لمستوى الهلال، لاستغلال الفرص، ولطبعا التوفيق اللي كان خاصة مع يو بيونغ سو، لأنه يو بيونغ سو في المباراة الماضية. يو بيونغ سو في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الثاني. الرباعية للهلال، الرباعية للهلال، والابتسامة للأمير، الابتسامة للرئيس، والرباعية للهلال، والهاتريك كمان للاعب يو بيونغ سو، والليلة الزرقاء، واستمرار للتقدم السعودي. بالمناسبة يعني هناك اللقاء في جدة، تقدم الاتحاد على بيروز الشوط المباراة الأول بهدفين مقابل لا شيء. والهمسن هنا يجهز، والهمسن هنا بالعرضية. يو بيونغ سو يجيب الصعبة ويسجل هدف رابع لصالح الهلال في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الثاني. يو بيونغ سو يسجل هدف ثالث شخصي له في هذه المباراة، وكأنه يعوض الأهداف اللي ما سجلها في الغرافة. هذا الأسباني يتحدث مع حكم اللقاء، كأنه يعني يشعتر نفسه شوية هذا اللاعب. ليش؟ لأنك بتناقش حكم اللقاء، بتناقش حكم اللقاء. فرانشيسكو خافير يست نافارو، هذا اسمه الرباعي كمان، امام خالد شراحيلي اللي قاعد يعني في المرمى على خط المرمى تماما، يقوم بالحركة، يحاول تشتيت ذهن الاسباني، يتقدم في تنفيذ ركلة الجزاء للياس ويسجلها بهدوء على يمين خالد شراحيلي، على يمين خالد شراحيلي. الهدف الأول
في المباراة لبني ياسر الإماراتي يأتي في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الثاني. فرانشيسكو يست هو من أحرز الهدف. تصبح النتيجة 4 أهداف هلالية مقابل هدف واحد لبني ياسر الإماراتي. تواجد ايضا للجمهور كما يظهر في الشاشه، جمهور الاشقاء في الدقيقه 14 خامس عن طريق كريستيان والهامسن، خامس واللعب للمتعه وللاهداف ياتي للهلال هنا بعد كره ممتازه كانت. ايضا احمد الفريدي يمرر من غير انانيه، يتقدم للامام ويعطي الكره الى كريستيان والهامسن يقدمها في الامام ويضعها في الزاويه. حاول معها اسماعيل بوزيد المدافع في صفوف بنياس ولكنه لا ينجح، والتسجيل ياتي في الدقيقه 14. شوف اعاده هذه كره احمد، شوف احمد مر، كان المرور مهم في اللقطه الاولى وعادت لكريستيان والهامسن وضعها في الزاويه البعيده. حاول معها في الابعاد اسماعيل بوزيد، لم ينجح اسماعيل بوزيد وبالعكس هو ثبتها اكثر في المرمى. هدف خامس للهلال، هدف خامس للهلال. وفرحه رئيس مجلس اداره نادي الهلال مع مدير الكره في نادي الهلال وجمهور الهلال الكبير، وتقدم مريح جدا ما شاء الله. سادس في الدقيقة 16، في الدقيقة 16 سادس للهلال، هدف في كل دقيقتين. ايش يبغى الجمهور اكثر؟ سداسية هلالية، 6 أهداف، 6 أهداف للهلال وهدف لبني ياسر الإماراتي، هدف سادس في الدقيقة 16 والسوبر هاتريك. اللاعب يو بيونغ سو في الدقيقة 16 يسجل رابع أهدافه. والعروض يعني آخر مباراتين وكلها في الآسيوية جاءت بعروض مميزة. هنا والهامسن أيضا هو من يصنع، وهنا يو بيونغ سو يتقدم ويضع كرة سهلة مميزة والكرة زاحفة في المرمى أيضا. هدف سادس، هدف سادس للهلال، هدف سادس للهلال. الجمهور وكما كانت الحملة قبل بداية المباراة تقول الملذ يهتز، يخلص الحارس، تعود له والهامسن يمر، والهامسن يقطع الكرة في وجود 3 من لاعبي الدفاع في المرمى. السباعية لا تكتمل، السباعية لا تكتمل. سالم الدوسري يستعد للنزول الى ارض الملعب مع متابعة الركنية الثانية لصالح الهلال في زمن شوط المباراة الثاني. هذه إعادة كرة الهامسن، محاولة المرور، محمد خلف نجح تماما في إبعاد خطورة اللقطة الماضية. سابع في الدقيقة 40 سالم الدوسري، سالم تعود على الدخول والتسجيل وينجح بسباعية هلالية، سباعية هلالية. سالم الدوسري يسجل في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الثاني، هدف سابع للهلال. مباراة فيها 8 أهداف، مباراة تسجل للتاريخ في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا. هدف سابع للهلال، تألق ومصالحة جماهيرية كبيرة بين الهلال وجمهوره، بين الهلال ومن عشقه دائما وتابعه دائما. الهلال بهدف سابع. هذه عادة لكرة سالم والتسديدة بين قدمين محمد خلف، وهدف سابع لصالح الهلال. يو بيونغ سو يخرج، يوسف العربي إلى أرض الملعب، يوسف العربي العائد من الإصابة. يو بيونغ سو اللي قدم مستوى كبير. سالم الدوسري صاحب